قصتنا بتبدأ في محل الشوكولاتة، وفيها هتحصل واحدة من أغرب عمليات البيع والشراء اللي ممكن أي حد يسمع عنها. زبون عايز يشتري أغلى حاجة، والمدير بيحاول يقنعه ياخد الأرخص. تخيل معايا الموقف، زبون دخل يختار هدية خطوبة وعينه جت على علبة شوكولاتة فخمة جدا ب 800 جنيه. الطبيعي إن أي بياع في الدنيا هيفرح، بس مدير المحل فاجئه بسؤال أغرب من الخيال. بدل ما يشجعه بيحاول يخليه يغير رأيه. وهو ده السؤال اللي يطرح نفسه. إيه اللي يخلي مدير محل يرفض يبيع الحاجة الأغلى ويكسب أكتر ويشجع الزبون على حاجة أرخص؟ هل هو مثلا مش في وعيه، ولا في سر ورا علبة الشوكولاتة دي؟ خلونا نعرف. طيب الموضوع دلوقتي بياخد منحنى أغرب بكتير. المدير مش بس بينصح الزبون، ده بيتنبأ له بمستقبل أسود. بيقول له إن شراء العلبة دي بالذات هيكون أول خطوة في طريق نهايته السجن ربع قرن، ويمكن توصل للإعدام كمان. إزاي يعني علبة شوكولاتة تعمل كل ده؟ وهنا بيبدأ المدير يكشف عن منطقة العجيب ده. بيسأل الزبون وهو مصدوم عن نظرية علمية مشهورة اسمها تأثير الفراشة. ومن هنا الحوار بيتحول من مجرد عملية بيع وشراء لدرس في الفلسفة والتاريخ والمنطق. طيب قبل ما نكمل خلينا نقف لحظة ونفهم إيه هي النظرية دي. الفكرة ببساطة إن الأحداث الصغيرة اللي ممكن تبان تافهة ممكن تكون مترابطة وتتضخم مع الوقت وتعمل نتائج ضخمة محدش يتوقعها. يعني رفرفة جناح فراشة في بلد ممكن بعد سلسلة طويلة من الأحداث تسبب إعصار في بلد تانية خالص. وهو ده المبدأ اللي المدير هيبني عليه كل كلامه. ودلوقتي المدير هيستخدم التاريخ نفسه عشان يثبت وجهة نظره. هياخدنا في رحلة سريعة عبر الزمن عشان يورينا إزاي أحداث صغيرة جدا كان ممكن تغير مصير بلاد بحالها. نبدأ بمحمد علي باشا. كلنا عارفين إنه أسس سلالة حكمت مصر حوالي 150 سنة، لكن المدير بيسأل ماذا لو إن محمد علي وهو جندي بسيط جاله مجرد نزلة معوية منعته يجي مصر أصلاً مع الجيش العثماني؟ تاريخ بلد كامل كان هيتغير بسبب حاجة بسيطة جداً. المثال الثاني هو أحمد عرابي. ثورته الكبيرة كانت سبب في بداية الاحتلال البريطاني. طيب ماذا لو عرابي كان عنده حاجة طبية بسيطة زي الفلات فوت ومنعته يدخل الجيش من الأساس؟ هل الثورة كانت هتقوم؟ هل الاحتلال كان هيحصل؟ مجرد تفصيلة جسدية صغيرة كان ممكن تغير مصير أمة. والمثال ده بقى فيه مفارقة تاريخية عجيبة. جمال عبد الناصر اللي أنهى حكم الملكية في مصر أصلاً ما كانش هيعرف يدخل الكلية الحربية لولا قرار وقعه الملك بنفسه. يعني الملك بقراره ده فتح الباب للشخص اللي هيأدي على حكمه. قرار واحد غير شكل بلد بالكامل. بعد الجولة التاريخية دي بنرجع تاني لمحل الشوكولاتة، ودلوقتي المدير هيطبق نظرية تأثير الفراشة دي بشكل مباشر على قرار الزبون. خلونا نشوف إزاي هيربط بين علبة شوكولاتة وبين السجن 25 سنة. وهنا المدير بيرسم سيناريو كارثي خطوة بخطوة. بيقول له إن الموضوع هيبدأ بصورة مزيفة عن الثراء، وبعدها محاولات مستميتة عشان يحافظ على الصورة دي، وده هيوصله لضغط مالي رهيب، وفي الآخر هينحدر لعالم الجريمة عشان يلبي التوقعات. بالظبط زي أحجار الدومينو، أول حجر هو علبة الشوكولاتة وآخر حجر هو دمار حياته. وبعد الشرح المفصل والمقنع بشكل لا يصدق ده، الزبون بيستسلم تماماً. بيعترف إنه فعلاً هيتحول لقطه الأليف اللي مش بيعرف يرفض لها طلب، وبيصدر الصوت ده كدليل على اقتناعه التام بمنطق المدير. وكده شكل القصة وصلت لنهايتها. الزبون اقتنع تماماً، خد العلبة الأرخص ومشي وهو حاسس بامتنان كبير للمدير اللي أنقذ مستقبله. تبدو قصة نجاح غريبة صح؟ بس استنوا، لسه في مفاجأة في الآخر. وهنا بقى بتيجي الصدمة. أول ما الزبون بيمشي المدير بينادي على موظفة في المحل وبيكشف السبب الحقيقي لكل اللي حصل ده. الموضوع ما كانش له أي علاقة بتأثير الفراشة ولا إنقاذ مستقبل الزبون. السبب كان أبسط من كده بكتير. الشوكولاتة الغالية كانت منتهية الصلاحية. على الرغم من إن دافع المدير كان حاجة تانية خالص، إلا إن الدرس اللي قاله لسه صح. سواء كان الهدف هو تجنب كارثة مالية وعاطفية أو مجرد تجنب بيع منتج فاسد، فالنتيجة واحدة. الاختيارات الصغيرة ممكن يكون لها عواقب ضخمة جدا. المدير بقراره الصغير ده أنقذ نفسه من مشكلة كبيرة. وده بيخلينا نسأل نفسنا سؤال مهم. يا ترى إيه هي القرارات الصغيرة اللي بناخدها كل يوم وبتبان لينا إنها مش مهمة، لكنها في الحقيقة بتحطنا على طريق ممكن ما نعرفش نهايته إلا لما يكون الأوان فات؟ إيه هي علبة الشوكولاتة الغالية في حياة كل واحد فينا؟